عمرك شفت رزق بيطلع من البحر في صندوق مش في شبكة؟ اللي لقاه عم جابر في القناة ما كانش يخطر على بال بشر. الناس افتكروا لقى مغارة علي بابا، لكن اللي كان جوه الصندوق كان أخطر بكتير من كده. استنوا شوفوا الحكاية من أولها. يا ميت أهلا بيكم في حكايات أم العيال. النهاردة وأنا واقفة قدام عظمة القناة والموج بيخبط في الصخر وصوت المية بيغسل القلوب، افتكرت إن البحر ده مش بس مية وسفن رايحة وجاية، ده مخزن لأسرار وحكايات سنين طويلة. حكايتنا النهاردة عن صبر صياد وعن رزق ما كانش يخطر على بال البشر. تعالوا أحكي لكم اللي حصل. كان يا مكان كان في صياد اسمه عم جابر. عم جابر كان راجل طيب جدا، شعره غطاه الشيب من شقى السنين. عارفين لما الراجل يكون شقيان والتجاعيد اللي في وشه دي مش من كبر سن، ده تعب سنين في المية والملح. كان بيته بسيط جدا، حيطان من الطوب اللبن على طرف القناة في الإسماعيلية. البيت ده ما كانش مجرد طوب، ده كان بيت مبني بالحب والصبر. الباب خشب قديم لونه باهت من شمس الصيف وملوحة البحر، وكل ما الهوا يجي الباب يزق كأنه بيحكي حكاية. قدام الباب كانت خالة زينب مراته رشة شوية مية عشان تطري الجو، وحتى قلة قناوي بوش فخار عشان تبرد المية لعم جابر وهو راجع من شقاه. جوه البيت الصالة كانت بسيطة جدا، كنبة بلدي مفروشة بكليم يدوي من بتوع زمان، ألوانه راحت من كتر الغسيل بس ريحته دايما صابون ونظافة. على الحيطة كانت في صورة قديمة لعم جابر وهو شاب، وصورة تانية للكعبة الشريفة، وتحتهم راديو ترانزستور صغير صوته دايما على إذاعة القرآن الكريم. في ركن الصالة كانت العدة مركونة باحترام، الشبك ملفوف بعناية، وجرائد الصيد مغسولة ومقلوبة، وريحة اليود والسمك ملياه المكان، ريحة الرزق الحلال اللي بجد. والخالة زينب اللي كانت واقفة قدام بابور موقد بيطلع نار صغير بتعمل شوية بصارة أو عدس، والدخان طالع من الحلة بيريح القلب. البيت رغم فقره كان فيه بركة تخلي اللقمة الناشفة طعمها زي الشهد. تخيلوا معايا يقوم الساعة 3 الفجر، الدنيا برد وسكوت، يلبس سدير الصوف القديم ومراته خالة زينب تقوم تحضرله لقمة ناشفة وشوية شاي في ترمس مصدي. كان يخرج والشبكة بتاعته فوق كتفه يرمي السلام على البحر ويقول يا رب العيال محتاجين مصاريف المدارس وانا ماليش غيرك. كان واحد دايما بيرمي حموله على الله ودايما يقول يا رب، واللي مع ربنا عمره ما يدوم ابدا. لكن الدنيا ما بتدومش على حالها. في الفترة الأخيرة الرزق قل جدا، لدرجة انه كان بيرجع بيته وايده فاضية وعيون ولاده بتسأله جبت لنا ايه يا ابويا، ومراته كمان، وهو قلبه بيتعصر من جوه. وفي ليلة قمرية واقف عم جابر قدام البحر وقال يا رب أنا سعيد وشقيت والرزق من عندك. وقام الساعة 3 الفجر زي ما بيروح كل يوم، بقى يرمي الشبك ويدعي ويقول يا رب. مرة يرمي الشبكة ويقول يا رب، والتانية يقول يا رب الرزق عليك يا رب. وفي مرة لغاية ما في مرة فيهم ربنا استجاب لدعاه. استجاب الدعاء بعد ما كانت الدنيا كانت ناشفة معاه خالص، الجو كان فيه غبار والمية كانت عافية والسمك كان غطسان في الغريق. عم جابر رمى الشبكة مرة واتنين ومفيش فايدة، قعد على الشط وبص للسما وقال يا رب انت عارف ان العيال محتاجين فعلا وانا ماليش غيرك يا رب. كان فاضل ساعة على المغرب والشمس بدأت تلون المية باللون البرتقالي الحزين. قرر ان هو يرمي اخر رمية ويلم عدته ويروح. وهو بيسحب الشبكة حس بتقل غير طبيعي. يا رب دي سمكة كبيرة ولا الشبكة علقت في مركب غرقان. بدأ يشد بكل قوته وعروق ايده برزت من كتر ما هو بيشد، وعروقه نازل اختلط بمية القناة. ولما الشبكة طلعت على الرمل ما كانتش سمكة، كان صندوق خشب تقيل متغطي بالطحالب والصدف ومقفول بقفل حديد كبير متاكل من كتر الصدى. عم جابر استغرب، صندوق وايه اللي جابه هنا؟ شال الصندوق على كتفه وروح جري بيه. دخل عم جابر البيت وحط الصندوق على الكليم اللي في الصالة، واتلمت العيلة كلها. خالة زينب سابت اللي في ايديها في المطبخ وجت تجري،
والعيال سابوا مذاكرتهم على الطبلية ووقفوا مذهولين. حتى اللمبة الوناسة اللي متعلقة في السقف كانت بترعش وكأنها خايفة من قلوبهم وهي بتدق قدام الصندوق المقفول. وبدأ أولاده يقولوا: يا بابا ده في دهب، ده كنز يا بابا. عم جابر ما كانش عارف يقول ايه، بس جاب شاكوش وبدأ يكسر في القفل وهو ايده بتترعش. أول ما الصندوق اتفتح طلعت ريحة غريبة، ريحة ورق قديم ومية مالحة. هو هنا ملقاش سبائك دهب ولا لولي ولا أي حاجة، لقى لفائف من الجلد القديم، ورق مرسوم عليه خوارزميات وخرائط غريبة. ولاده زعلوا وقالوا: ده ايه ده؟ شوية ورق قديم يا بابا. وعم جابر نفسه كان هيرميه في المية من ضيقته، لولا ان عينه وقعت على رسمة لمجرى القنال وتجمعات السمك في مواسم معينة ما كانش حد يعرفها غير المهندسين بتوع زمان. وكمان كان في خريطة بتقول ان في مكان معين فيه بئر مية عذبة. ايوه يا جماعة، لان الرسائل دي كانت وصية من حاكم قديم بيوصف فيها مكان بئر مية عذبة مخفي تحت صخرة في ارض جافة بعيدة عن هنا. عم جابر ما خدش الخرايط وباعها ولا فكر في نفسه، بس ده راح للناس الغلابة اللي عندهم أرض كانت ميتة من العطش، وبدأوا يحفروا في المكان اللي الرسالة قالت عليه. وفعلا انفجرت مية عذبة خلت البيوت تعمر والزرع يطرح والخير عم على كل الناس. وعم جابر بقى هو حكيم المدينة والكل بيشيله فوق الراس. وبدأ عم جابر يمسك خريطة ورا التانية ورا التانية ويذاكر كل خريطة على حدها، واكتشف ان في خريطة فيها بتدله على اماكن مخبية السمك الحر اللي بيتباع بالغالي. وبدأ يخرج في اوقات الناس فاكرة ان مفيش فيها صيد، ويرجع وشبكته بتلمع بأحسن انواع السمك. بقى هو شيخ الصيادين والكل بيسأله: جبت الرزق ده منين يا جابر؟ كان يبتسم ويقول: ده رزق الصبر، ربنا بعت لي العلم كنز، والعلم أغلى من الذهب. عارفين يا جماعة، البيوت دي هي اللي فيها البركة. ما كانش فيها عفش غالي ولا تكييفات أيامهم، بس كان في رضا يغطي القنال كله. وعم جابر كان دايما بيقول: يا زينب الحيطان دي لو نطقت هتقول يا رب قبل ما احنا نقولها. فعلا كلمة يا رب بتفتح كنوز كتير قوي، وده اللي فعلا عمله عم جابر وناس كتير زيه، وعايزين كمان احنا كمان نكون زيهم ونقول يا رب. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتحطوا لي لايك وتعملوا لي تعليق حلو منكم. وعم جابر اتعلم واحنا كمان لازم نتعلم ان الرزق مش دايما فلوس، ساعات الرزق بيكون فكرة او باب خير يتفتح لناس تانية عن طريقك. البحر ما بيخيبش ظن اللي بيثق في ربه وبيصبر. لو عجبتكم حكاية عم جابر ووصلتوا لآخر الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وقولولي في الكومنتات: هل لو مريتوا قبل كده بضيق الرزق زي عم جابر؟ وقولولي في الكومنتات هل مريتوا قبل كده بضيق والرزق جالكم من باب ما كنتوش تتخيلوه. اشوفكم في حكاية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.